بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بإذن الله هنبدأ تالت فيديو معانا من سلسلة تعلم البروجرامينج. طيب، في الفيديوهين اللي فاتوا احنا اتكلمنا عن ازاي الكمبيوتر بيفهم، وعن الباينري سيستم، وعن شوية حاجات كده لذيذة، يعني ايه الجوريزم، ويعني الكمبيوتر دوت اصلا ايه هو الباينري سيستم والحاجات ديت. فلو ما شفتش الفيديوهين اللي فاتوا فارجع تشوفهم عشان هيفيدوك كتير اصلا في ان انت تفهم ازاي الكمبيوتر احنا بنتعامل معاه، وازاي هو بيفهمنا، وهل هو بيفهم الكلام اللي احنا بنكتبه له، ولا هو بيحصل كده شوية حاجات في النص قبل ما يفهم المرحلة ديت. ده بالنسبة لأول فيديوهين. والنهاردة معانا تالت فيديو اللي هو برنامج سكراتش. طيب، ايه هو برنامج سكراتش؟ برنامج سكراتش هو برنامج بسيط كده. بدل ما انت بتكتب الكود بإيدك، لا، هو بيعمل لك حاجة حلوة جدا. هو بيبقى كاتب الكود وعامله في صورة مكعبات، وانت بتاخد المكعبات ديت وبتركبها على بعض عشان تعمل البرنامج بتاعك. بمعنى ان انت بدل ما انت اللي بتكتب الكود، لا، هو بيبقى كاتب لك الكود وانت بتستخدم الكود دوت في صورة مكعبات وتركبها على بعض، بحيث ان انت تعمل من المكعبات دي البرنامج اللي انت عايز تعمله. ازاي نحمل سكراتش؟ هبقى سايب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت، وهتخش هنا على دايركت داونلود على طول، هينزل عندك. بعد كده هتسطبه زي اي برنامج، بيتسطب بسرعة جدا، مفيهوش اي حاجة. وبعد كده هتخش على سكراتش معاه. نرجع دلوقتي ايه للسكراتش بتاعنا. طيب، السكراتش بقى كمان هم عملوا لك فيه حاجه جامده جدا. هو قال لك انا مش هعمل لك مكعبات بس، لا لا لا، انا كمان هقسم لك المكعبات ديت في شنط، بحيث ان انت تبقى عارف كل شنطه عندي هي بتعمل ايه. فبدل ما كان عندك مثلا بيبقى كل المكعبات عايمه على بعض، لا لا لا، هو ما عملكش كده. هو قلت لك هو عمل لك شنط. فعمل لك شنطه للموشن، عمل لك شنطه لللوكس، عمل لك شنطه للساوند، الايفنتس، الكنترول، وهكذا الى اخره. وكمان عمل لك حاجه حلوه جدا. بص هنا مثلا، ده شكل الموفز. فبالتالي انت في حاجات بتركب عليها وحاجات ما ينفعش تركب عليها. يعني مثلا لو جيت هنا، ما ينفعش تركب الايفنتس تحت الموف، بس ممكن تركبها فوقها، بس ما ينفعش تركبها تحتها، وهكذا. فهو كمان عمل لك ايه، يعني حتى الغلطات هو مش سامح لك بالاخطاء. هو بالعكس، هو قايل لك ان دي بتركب على دي ودي ما بتركبش على دي. دي كده اول حاجه عندنا. الاول هنفصل بس الواجهه اللي عندنا. يعني مثلا ده عندنا الستيج دوت هو الحاجه اللي النتيجة بتاعت الحاجة اللي احنا بنعملها بتظهر فيها. بمعنى ان ده المسرح بتاعنا، اللي هو لما انت بتدوس على حاجة هنا وعايز تشوف الحاجة دي بتعمل ايه، هي بتطلع لك على اليمين هنا وبتشوف النتيجة بتاعتها. دي كده اول حاجة. تاني حاجة عندنا اللي هي اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها من شوية، اللي هي علبة المكعبات اللي عندي، اللي هو العلبة اللي متقسم جواها علب المكعبات اللي عندي كمان. دي كده تاني حاجة. ويعني وتالت حاجة عندنا مثلا، اللي هو هنا لو انا مش عاجبني القط، فانا ممكن اجيب شخصيات تانية والعب بيها، ممكن اضيف اصلا حاجات مع القط وهكذا. بس احنا دلوقتي هنكتفي بالقط على الشرح بتاعنا. في الفيديو اللي جاي بقى ان شاء الله هنعمل اصلا لعبة كاملة بسكراتش، فهنستخدم بقى كمان اكتر من شكل. طيب، نبدأ دلوقتي نعدي عليهم شنطة شنطة كده في الخفافي، وبعد كده هنشتغل على شوية حاجات بحيث ان احنا نعمل حاجات من الشنط بتاعتنا دي. فأول حاجة عندنا هي الموشن. الموشن دي المسؤولة عن الحركة. يعني أنا لما بدوس هنا، بص، هو بيتحرك. لما بدوس هنا هو بيلف. لما بدوس هنا هو بيرجع من اللفة بتاعته. تاني حاجة عندنا وهي اللوكس. اللوكس ديت الحاجة اللي أنا لما بدوس عليها بتطلع لي حاجة تظهر في الشاشة. فأنا مثلا عايزه يقول هالو، فهالو دي عايز تطلع في الشاشة، فأهي طلعت في الشاشة. عايزه مثلا يفكر، وهكذا. ممكن كمان في حاجات تانية زي ان انا بس بخليه مثلا يتني رجله كأنه بيمشي وهكذا. ده المسؤول عن اللوكس. طيب، بالنسبة للساوندز، الساوندز ديت عبارة عن ايه؟ الأصوات. فبالتالي الحاجات اللي فيها اللي هي تبقى مسؤولة عن الأصوات. فلما انا مثلا بدوس على بلاي ساوند هنا اللي هو مياو، فهيطلع لي صوت القطة زي ما انت شفت بالظبط. طيب، بالنسبة للايفنتس، الايفنتس دي عبارة عن ايه؟ الحاجة اللي انا لما بعملها بيبدأ ينفذ الأوامر بتاعته. يعني مثلا دلوقتي انا لما قلت له، لما هنطلع دلوقتي على الموشن واقول له مثلا كده، بقول له لما ادوس على العلم الاخضر اللي هو وين العلم الاخضر كليكت، اللي هو لما ادوس عليه اتحرك 10 ستيبس. بص كده، اتحرك 10 ستيبس. طب لما ادوس تاني اتحرك 10 ستيبس تانيين، وهكذا. ده بالنسبة للايفنتس. بالنسبة للكنترول، ودي مهمة جدا، الكنترول دي بقى هيبقى فيها شوية حاجات كده لذيذة، زي ان احنا بنكرر، زي ان احنا بنحط شروط، زي ان احنا بنقول له استنى، يعني اعمل دوت بعد كده استنى دقيقتين، وهنفهم دي دلوقتي كمان شوية وظيفتها ايه. بالنسبة للسنسنج، فالسنسنج دوت هو الاحساس. يعني مثلا دلوقتي عندك حاجة اسمها تاتشنج الماوس بوينتر، فلما انا دلوقتي هحطه في كمان شويه في كونديشن، فاقول له لما اتاتش اعمل كذا. وبرضه هنخش لها كمان شويه في تطبيق مهم جدا عليه. الاوبريتورز دي بقى فيها شويه حاجات لذيذه، زي اكبر من، اصغر من، يساوي،
في حاجة اسمها join ان انا بوصل حاجتين لبعض، وبرضه هنخش لها كمان شوية في تطبيق عليها يشرحها اكتر واكتر. variables يعني ايه؟ variables يعني المتغيرات دي حاجة مهمة جدا جدا جدا، هنخش لها برضه في تطبيق لذيذ كمان شوية. وماي بلوكس دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن ان انت بتخش هنا، لو انت بقى مش عاجباك كل المكعبات دي، انت اصنع مكعب لنفسك، وبرضه هنشوف ايه فايدتها كمان شوية. هنبدأ عندنا بأول تطبيق وهو الأسهل على الإطلاق. بص دلوقتي انت عايزين نخلي القطة دي تقول هالو وورلد. طيب احنا هنعمل ده ازاي؟ هنيجي دلوقتي أول حاجة على الإيفنتس، بحيث إن احنا عايزين نحط حدث اللي هو أنا لما هدوس على حاجة خليه يقول هالو وورلد. طيب بعد كده هنروح فين؟ احنا قلنا من شوية الحاجة المسؤولة عن المظاهر اللي هي بتطلع لنا الفقاعات والكلام ده كله هي ايه؟ هي اللوكس. فهروح على اللوكس فهقول له say، وهاجي احطها تحت. ابص انا بالظبط بركب مكعبات حرفيا على بعض. هاجي على hello، هخليها hello world، وبعد كده هدوس على القلم الاخضر بتاعنا، بالفعل طلع hello world. اذا حاليا ايه؟ دي اول بروجكت انت ممكن تعمله، او اول فكرة انت ممكن تعملها. فدلوقتي عايزك توقف الفيديو وتروح تجربها، وبعد كده ترجع تكمل الفيديو. هنخش على حاجة تانية. ايه هي الحاجة التانية بتاعتنا؟ احنا دلوقتي عايزينه يطلع لنا، هو يسألك عن اسمك، وبعد ما يسألك عن اسمك ياخد اسمك دوت ويقول لك مرحبا بالاسم بتاعك. طيب احنا اول حاجة قلنا بنعملها ايه؟ بنحط الايفنت بتاعنا ان احنا لما هندوس على كذا ابدأ نفذ لي الاكشن دوت. طيب عايزين دلوقتي بقى ايه؟ عايزينه يسألنا. طيب هيسألنا ازاي؟ عندنا حاجة اسمها asking. الاسكينج دي موجودة في sensing، تمام؟ فاهي ask، تمام. فانت بتكتب هنا اسك، هو حتى هو عاملها على طول، فبيقول له ايه؟ واتس يور نيم. فدلوقتي لما انت هتعمل كده، هو قال لك اكتب هنا، هتكتب له مثلا محمد. فبعد ما كتبت له محمد انت مش شايف اللي هو لا ما ايوه فين بقى انا دلوقتي عايز اظهرها؟ هو خدها بس هو ما ظهرهاش. طب هو اصلا بيخزن محمد دي فين؟ بيخزنها في الانسر. الانسر ديت هي الاجابه بتاعه الاسك. الانسر ده هو عباره عن متغير، زي ما احنا قلنا هنخش في حته المتغيرات دي كمان شويه. فالمتغير دوت اتحفظ فيه الاجابه اللي انت كتبتها من شويه اللي هي كانت محمد. طب انا دلوقتي عايز استخدم محمد علشان اطلع الاسم دوت بعدها. احنا قلنا ايه الحاجة اللي بتظهر؟ قلنا اللوكس، فهنروح على اللوكس فهاخد سي. فهنا دلوقتي هحط ايه؟ هحط انسر، وبعد كده هعمل كده. فدلوقتي هدخله محمد، فقال لي محمد. طب انا بقى ما كنتش عايز كده، ده انا عايزه كمان يحط هالو قبلها. طيب عندنا دلوقتي حل تاني، ممكن نحط هالو وبعد كده نحط انسر، فهيطلع لي هالو بعد كده هيطلع لي انسر. يلا بينا ندخله محمد وهندوس انتر، طلع لي محمد بس. وهنا بقى في حاجة غلط حصلت. ايه هي؟ ان احنا عندنا هنا انت كده وقعت في اول غلطة برمجية. الكود دوت بيترن في ثانية، فدي اتطبقت ودي كمان اتطبقت، ولكن الاتنين حصلوا في اكشن سريع جدا، فانت ما خدتش بالك ان دي حصلت اصلا. طب نتجنب ده ازاي؟ عندنا حاجه اسمها ويت. فانت الويت ديت موجوده في كنترول اللي احنا كنا لسه قايلينها من شويه، هتحطها هنا. فهتقول له قول هالو، وبعد ما تقول هالو اصبر ثانيه او عدد الثواني اللي انت عايزه، خلينا نفترض ان هو ثانيتين. اصبر ثانيتين وبعد كده قول لي الاسم. فاحنا دلوقتي هنعمل اللي احنا قلناه. واتس يور نيم، هنكتب محمد برضه. فقال لي هالو، وبعدها بثانيتين قام قايل لي محمد. طيب احنا كده عملنا اللي احنا كنا عايزين نعمله، بس هل ده منطقي؟ يعني نفترض ان انت جاي بتسلم على واحد في الشارع فبتسأله انت عامل ايه، بعد كده تيجي ساكت شوية تقول له يا محمد. اكيد مش منطقية. فانا عايز ان الاتنين يظهروا في نفس الحاجة. فبالتالي اللي حصل ده دلوقتي مش منطقي، ان انت قلت له هلو لو مرحبا، بعد كده قمت ساكت شوية، بعد كده قمت مطلع له اسمه. اكيد ده مش منطقي. اذا دلوقتي احنا عايزين نطلع الاتنين في نفس الكورة. طب هنعملها ازاي؟ هتيجي على هنا حاجة اسمها الاوبريتورز. الاوبريتورز هتلاقي حاجة اسمها جوين، وكلنا قلناها من شوية. جوين دي بتعمل ايه؟ جوين دي بتعمل لك حاجة اسمها كونكاتينيت، او بتوصل لك ما بين الاتنين ببعض. يعني بتعمل لك حاجة واحدة من حاجتين.
الحاجتين دول ممكن يكونوا ايه؟ ممكن يكونوا اتنين متغيرين، ممكن يكونوا نص ومتغير. فبالتالي احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ يعني جوين دي بتعمل لك متغير متكون من متغيرين، هي بتدمجهم مع بعض. فاول حاجه عندنا مثلا احنا قلنا ايه؟ عايزين نشغل الاسك ديت، هنشيل السي، هنشتغل تاني من الاول. فاحنا دلوقتي الجوين ديت بتاخد ايه؟ بتاخد الانسر اللي هو كان محمد، فبالتالي هي بتاخد الانسر وبتحط قبله هالو. فاحنا عايزين نعمل كده هالو، وبعد كده هنحط الجوين دي مكان الهالو دي. يعني بص هي حتى الاتنين بيركبوا على بعض، دي دايره ودي مكانها دايره، فانت لما بتحطهم على بعض بيشتغلوا. وبعد كده هتيجي تعمل كده، فهتيجي دلوقتي تران الكود دوت، هيسألك عن اسمك، وزي ما قلت لك هو بياخد اسمك دوت ويخزنه في الانسر. فهنكتب محمد، كده هندوس انتر، فقام قايل لك هلو محمد. بص ولا زي لك الاتنين في بعض. زي ما احنا قلنا الكمبيوتر دوت غبي ما بيفهمش، فانت لازم تقول له كل حاجه بالحرف هو هيعمل ايه. فانت مثلا هتيجي هنا بعد هلو هتيجي سايب سبيس، بعد كده ترن الكود بتاعك تاني، فيسألك تقول له محمد، فطبع لك هلو محمد. كده احنا طبقنا تاني حاجه عندنا. فدلوقتي وقف الفيديو برضو وروح شوف التاني حاجه ديت. نفترض بقى ان انا مش عايزه يكتب محمد او يقول هلو محمد، انا عايزه ينطقها. طيب هعمل كده ازاي؟ هروح عندي على هنا تحت، بعد كده هروح على حاجه اسمها تكست تو سبيتش. تكست تو سبيتش ديت يعني حول لي النص لكلام، وبعد كده هنزلها فتضاف لي خانه جديده في البلوكس اسمها تكست تو سبيتش. فانا بدل ما كنت بقول سي، هاخد السبيك ديت وهاخد الجوين اللي انا كنت عاملها واحطها هنا، وهعمل كده. خلاص انا مش عايز السي، هرجعها وهدوس كده. بعد كده هعمل ايه؟ نفس القصة، هكتب محمد. بص اللي هيحصل، Hello, Mohammed. شايف اللي حصل؟ قام قايل لي هلو محمد. بس كده احنا برضو طبقنا على الجزئية ديت كويس جدا. هنخش بقى دلوقتي على الجزئية اللي بعدها. الجزئية اللي بعدها عندنا واحنا عايزين القط دوت يقول مياو. طب القط ده هيقول مياو ازاي؟ نفس القصة بالظبط، هنيجي على ايفنتس، هنحط هنا when clicked، بعد كده هنروح بقى على حاجة جديدة وهي الساوندز. فدلوقتي القط دوت علشان ينونو احنا بنعمل ايه؟ هو اصلا في بالفعل باك نازله اصلا معاه، فصوت القطه ده موجود، فانت هتيجي دايس رن اهو هو نونو بالفعل. طب انا عايزه ينونو اكتر من مره. عندنا الحل دوت ان انت بص بتاخد الساوندز كده وتفضل تحطهم ورا بعض. طيب لا اهو كلهم ورا بعض، عايزه يعملها 5 مرات، فبص. بس هل الحل ده منطقي؟ يعني اولا دلوقتي احنا عندنا، هل القطه لما بتبقى جعانه وبتيجي تنونو هل هي بتفضل كده تزن ورا بعض؟ اكيد لا، بيبقى في مثلا فاصل ثانيه او ثانيتين ما بين الواحده والتانية. فهنيجي عند كنترول وهنحط الويت زي ما كنا بنعمل من شويه. فانت هتحط كام ويت؟ هتحط برضو ويتس كده بعد كل واحده لحد ما توصل اخر واحده وتشغلها تاني. ماشي كفايه كده. فدلوقتي انت عملت ايه؟ انت خليت القطه تنونو، وهي بتنونو انت حطيت فاصل زمني عشان الموضوع يكون منطقي، عشان احنا زي ما قلنا هو الكلام كله بيترن ورا بعض وشغال ورا بعض وشغال بسرعة جدا، فاحنا مش عايزين السرعة دي، فاحنا بنحط الويت. بس هل منطقي ان انا لما اكون عايز اكرر الكود، بص اقعد اكرر كده في نفس الكود كتير؟ في الواقع قالك ان لا، يعني دي مش حاجة منطقية ابدا ان انت تكتب الكود اكتر من مرة، دي مش حاجة منطقية. فاحنا عندنا حاجة اسمها ريبيت. ايه هي الريبيت ديت؟ الريبيت دي حاجة انت بتحطها هنا بتكرر لك عدد المرات اللي هو موجود هنا. اذا عندنا هو هنا بيقول لك ريبيت 10 مرات. طب ريبيت ايه؟ ريبيت ايه دي؟ هاخد واحدة من الكودز اللي احنا عملناهم دول وخلاص، انا مش محتاج دول. بص بقى حجم الكود عامل ازاي. هو عبارة عن فانكشن جواها حاجتين وبتيجي انت مركبهم بس خلاص. دلوقتي هو هيكرر، احنا كنا مكررين 5 مرات فهندوس 5، وبعد كده هو بينفذ لك الحاجة اللي جوه دي 5 مرات اللي هي بلاي ساوند مياو اللي هو بينونو، وبعد كده يصبر ثانية، بعد كده يرجع ينونو، بعد كده يصبر ثانية، بعد كده ينونو، بعد كده يصبر ثانية لحد ما يخلص عدد التكرارات اللي انا حطيته له فوق. هنجرب دلوقتي وهكذا. يبقى احنا دلوقتي عندنا اصلا كمان نوع تاني من الريبيت اسمه فور ايفر، وهنجيله كمان شوية. بس هنقوله دلوقتي كده. فور ايفر ده بيعمل ايه؟ ان هو بيكرر مدى الحياة.
اللي هو مش بيكرر بعدد معين، لا هو بيفضل يكرر لحد ما انت ما توقفه. ده كده بالنسبة لرابع ابلكيشن معانا. فانت دلوقتي وقف الفيديو وروح جرب الحاجة اللي انا قلتها ديت، وبعد كده ارجع تاني للفيديو معانا. هنشرح بقى دلوقتي مفهوم مهم جدا 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 في البرمجة وفي الرياضة. معظم الناس مش بتبقى فاهماه، بس تبقى عارفاه اسما بس. يعني ايه كلمة فانكشن؟ فانكشن يعني دالة. يعني ايه بقى كلمة دالة؟ دالة يعني حاجة بتشاور على حاجة. يعني بمعنى دلوقتي ان انا عايز اشاور على حاجة، فالحاجة ديت اسمها بتدل. يعني كلمة دالة دي جاية من بتدل، فالحاجة دي بتدل على الحاجات دي مثلا. يعني على سبيل المثال كلمة functions ديت اهي، دي اللي احنا كنا قايلين ان هي ماي بلوكس. فدلوقتي انت بتيجي على ميك ا بلوك، لو لما انا قلت لك انت مش عاجبك كل البلوكس ديت، فانت هتعمل بلوك خاص بيك. فخلينا نقول مثلا ان البلوك دوت اسمه مياو، تمام؟ مياو. وبعد كده هتيجي هنا، فهنا بيقول لك ديفاين البلوك دوت. ديفاين ده يعني قول لي هو بيشاور على ايه. فانا مثلا هاخد الكود دوت واخليه كده، فانا بقى عندي البلوك اوف كود دوت ده خلاص. يعني دلوقتي لما انا هجيب مياو، بص اللي هيحصل دلوقتي لما انا هدوس ران الكود. لما انا بدوس خلاص، الكود لما انا بدوس ايه اللي بيحصل؟ هو الكود اهو انا دوست، فهو قام رايح على مياو. مياو اللي هنا ديت قامت مشاوره على الكود دوت، فالكود ده بدأ يشتغل. فدلوقتي بدل ما انا لو انا محتاج الكود دوت اكتر من مره، فانا بعمله في داله، فالداله دي بخليها تشاور على جزء معين وتشغله اكتر من مره. طب مفهوم الداله ده بيفيدني في ايه؟ طب ما انا كنت ممكن كتبت الكود، يعني انا هو مش محتاجه غير مره واحده مثلا. نفترض ان انا دلوقتي عندي كود 500 سطر، او عندي كود 2000 سطر، او عندي كود 10000 سطر. طب دلوقتي الكود دوت انا في حاجه بحتاجها فيه اكتر من مره، يعني حاجات بحتاج ان انا اكتبها تاني. فبدل ما هكتبها تاني انا بعمل الفانكشن ديت، والفانكشن دي بتشاور على كود فبتكرره بان هي بتشاور عليه، بدل ما انا بقعد اكتبه تاني. فلو انا بحطه في مكان وكل ما احتاجه باجي جايب الداله دي اقول شاور على المكان دوت حطه لي هنا، شاور على المكان دوت حطه لي هنا، وهكذا. طب لو انا في نقطة تانية مهمة برضو، فدي بتوفر لي اول حاجة، بتوفر لي اعداد كتابة، يعني بتقلل من الكتابة بتاعتي. دي اول حاجة. تاني حاجة عندنا وهو لو قابلني مشكلة. دلوقتي ممكن وانت بتكتب الكود دوت يقابلك مشكلة في حتة، فبدل ما المشكلة تبقى سايحة على بعضها، ايه اللي بيحصل؟ السطر بيطلع لك ان في مشكلة في الحتة ديت، فانت بتروح فبتلاقي ان انت عامله بفانكشن، فبتيجي الفانكشن دي مشاورة بقى على ايه اللي انا كنت لسه بقول لك من شوية، ان انت خلاص حصرت مكان المشكله دوت في حته معينه في عدد اسطر معين اللي هو الداله دي بتشاور عليه، فهتروح تصلحه وترجع تاني وبس. فكده الداله دي ليها مميزات جباره في الموضوع دوت. عشان بقى اخلي كمان الداله ديت برضو ممكن اعمل لها شويه حاجات. يعني مثلا دلوقتي ممكن اجي هنا واعمل اديت. دلوقتي انا عايز الداله بتاعتي ديت تاخد انبوت، فبتاخده ازاي؟ اهو هتدوس هنا. ممكن كمان تضيف له ليبل. الليبل دوت ايه؟ الشرح بتاعه مثلا ان اوف ريبيتس مثلا، وده ان، تمام؟ فبتيجي انت دايس كده، فانت خليت دوت، فان دوت هتيجي كمان حاطه هنا في الريبيت، فبالتالي بقى عندك هنا الان دوت الدالة دي بتاخد منك ان، والان دوت بيبقى هو عدد التكرارات. يعني مثلا اهو تعالى هنا، فاكتب هنا مثلا 3، او خلينا نكتب 2 بس، وبعد كده هدوس رن. بس خلاص كده خلص الكود. طب ممكن نجرب 3. تمام، فاحنا كده خلينا كمان الدالة بتاعتنا تفاعلية، بتاخد مني حاجة وتدخلها في الكود، وبعد ما بتدخلها في الكود الكود بيشتغل على أساسه. فممكن استخدمها أكتر من مرة بأكتر من شكل مختلف على حسب المكان والمرات اللي أنا عايزها فيهم. خلينا دلوقتي بقى نشرح حاجة من الحاجات المهمة جدا برضو، وهي الكونديشنز. الكونديشنز دي برضو موجودة في الكنترول. يعني ايه كلمة كونديشنز الأول نقولها، وبعد كده نروح نشوفها في الكود بتعمل ايه. كلمة كونديشن دي مثلا نفترض ان والدتك قالت لك انا عايزة كيلو طماطم بس. كلمة بس دي يعني شرط، بس لو كيلو الطماطم بأكتر من 20 جنيه لا خلاص ما تجيبش طماطم. إذا دلوقتي إنك تجيب كيلو الطماطم ده مربوط بإن هو يكون ب20 جنيه، لو بأكتر من 20 جنيه ما تجيبش.
فانت دلوقتي ان انت تجيب كيلو طماطم ده مربوط بان هو يكون بكام؟ ب20 جنيه. فدلوقتي ده اسمه الشرط بتاعنا. الموضوع دوت بقى في الكودينج بيتنفذ ازاي؟ هو بيتنفذ بنفس الطريقه ديت، ان هو انت بتقول له لو حصل كذا اعمل كذا، ولو ما حصلش كذا ما تعملش كذا، وهكذا. يبقى دلوقتي احنا عندنا ازاي؟ عندنا مثلا اف اهي، اللي هو اف يعني اف معناها لو. فدلوقتي انت مثلا عندك اف، عايزين نعمل حاجه جميله جدا. ايه هي الحاجه بتاعتنا ديت؟ عايزين نقول له لو الماوس دوت جه على القطه خليه ينونو. طب هنرجع دلوقتي بايه؟ للسنسنج. فاحنا قلنا السنسنج اللي هو الاحساس، ان هو دلوقتي انا عايزه يحس لما الماوس ده يجي عليه هيعمل اكشن معين. فهيجي هنا فلقيت في سنسنج اول حاجه اسمها التاتشنج. فهاجي حاططها هنا. بص حتى الشكل، بص الاتنين كومباتبل على بعض ازاي. فلما انت حطيت هنا انت كده عملت الشرط، قلت له لو لمس بس سكت. دلوقتي بقى هتحط الحاجه اللي جوه الشرط اللي هو اعمل كذا. فهنيجي على الساوندز مثلا، فهنقول له بلاي ايه؟ بلاي مياو. فهاجي كده وما اشتغلش. طب ليه ما اشتغلش؟ هقول لك ليه. لان انت لما انت عملت كده هو اشتغل، بس هو اشتغل لمدة ثانية واحدة. في الثانية دي الماوس مش موجود على القط. يعني بص هو حتى العلامة الصفراء اللي هي هنا بص بتعمل وتروح بسرعة جدا. طب انت عايزه يفضل شغال على طول، بحيث ان انت تاخد وقت عمال ما تروح للقطة ديت، او لو انت عايز تروح اكتر من مرة. هنرجع بقى للحاجة اللي احنا ما استخدمناهاش من شوية، اللي احنا قلنا اللي هي الريبيت. بس مش الريبيت، اللي هي الفور ايفر. فور ايفر دي قلت لك يعني ايه؟ يعني مدى الحياة، يعني افضل شغال لحد ما انا موقفك. فهتيجي هنا، هتيجي ماسك الشرط دوت وهتحطه هنا. دي معناها ايه؟ معنى افضل مشغل لي الكود دوت لحد ما انا ما موقفه. فهتعمل كده. فهو دلوقتي بص شايف العلامة الصفراء عليه، هو فاضل شغال. فانا اروح دلوقتي على القط هيعمل الصوت. طب لو انا دلوقتي شلت وقمت رجعت تاني، نفس القصة. تالت، نفس القصة لحد ما انا اللي وقفه. فدي الفكرة من فكرة بقى الاف كونديشن، وفكرة الريبيت، وفكرة الحاجات دي كلها، ان انت بتركب الحاجات على بعض لحد ما تطلع بالحاجة اللي انت عايز تعملها. عندنا بقى اخر حاجة عندنا وهي الفاريبلز. كلمة variables بقى دي يعني ايه؟ كلمة variables دي كلمة جميلة جدا، يعني متغيرات. خلينا نمثلها في صورة علب. يعني ايه علب؟ دي العلب بتاعتك اللي انت بتشيل فيها القيم اللي انت عايز تخزنها. يعني احنا لما هنعمل لعبة في الفيديو اللي جاي، فمثلا العلبة بتاعتنا اللي هي الفاريبل دوت ده اللي هيبقى بيتخزن فيه السكور بتاعك. فده العلبة اللي انا بخزن فيه الحاجة بتاعتي. طب العلبة دي ممكن استخدمها في حاجات كتير، لسه زي ما انا ما قايل لك من شوية. ممكن استخدمها في السكور، ممكن استخدمها في الشروط، ان انا مثلا بحط هنا اكس وبحط هنا واي. اللي هو بص انت بتجيب هنا مثلا خلينا الاول نرجع نعمل ميك. فسميته مثلا اكس. بعد كده هعمل فاريبل تاني هسميه واي. وبعد كده في حاجة عندي اسمها ست. ست ديت يعني انا بحط القيمة للمتغير بتاعي. فهحط هنا مثلا هو اصلا اهي my variable، فهحط مثلا x. وبعد كده احط هنا 20. فبقى دلوقتي x دوت متخزن فيه قيمة 20. طب انا عايز اجيب ست تانية، عايز اخزن الواي. my variable y نفس القصة، فاحط فيها 30. ممكن بقى نعمل ايه بالفاريبلز ديت؟ دلوقتي زي ما قلت لك انت ممكن تبدأ من سكور صفر وتبدأ تزوده واحد 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 وتخزن السكور بتاعك. فتشوف انت جبت سكور عامل ايه، تشوف انت كسبت، تشوف انت خسرت، الحاجات دي كلها. ممكن تستخدمهم في ايه تاني؟ ممكن تستخدمهم في الشروط. يعني مثلا تقول لي لو اكس اكبر من واي اعمل كذا، ولو اكس اصغر من واي اعمل كذا، لو اكس بيساوي واي اعمل كذا. وانت بتفضل ماشي على هذا المنوال بحيث ان انت تطلع بالكونديشن اللي انت عايز تطلع بيه. دلوقتي احنا شرحنا ايه في الفيديو بتاع النهارده؟ شرحنا الخانات بتاعتنا كلها، وادينا امثله على كل خانه وجبنا منهم حاجات طبقناها. انت بقى اقعد جرب كده. شوف الحاجات اللي احنا مثلا، يعني هنا مثلا في بلوكس احنا ما شرحناش كل البلوكس. احنا شرحنا اللي موجود جوه الباكج. والباكج دي جواها حاجات كتير. انت اقعد بقى جربها، اقعد تشوف ده بيعمل ايه. في كمان هنا توتوريال كده لطيف بيقول لك تعمل ايه، يعني مثلا تستخدم الحاجات دي ازاي، تستخدم الحاجات دي ازاي، وهكذا. اقعد دور فيه. والفيديو اللي جاي هنمسك بقى الحاجات دي كلها وهنعمل كده كومبينيشن جامد، وهنعمل كود كبير شوية. الكود ده هيكون بيعمل لنا لعبة، بحيث ان احنا نبقى طبقنا كل حاجة واستفدنا من الكونسبتس اللي احنا قلناها ديت.
وكل حاجة احنا قلناها هنا هنرجع لها على فكرة واحنا بنشرح البايثون، اللي هو دي بقى معناها ايه عندنا ودي بتتعمل ازاي. البلوك اوف كود اللي هم عملوه اللي هو بيكرر لي 10 مرات ده، ازاي هو اصلا اتكتب وايه الحاجات اللي جواه وايه التفاصيل اللي جواه، بحيث ان احنا نبقى شغالين كويس. وقبل ما نبدأ في البروجرامينج نبقى احنا فاهمين الحاجة بتعمل ايه، واحنا بنفهم السنتكس بتاعها. فمن هنا نبقى اصلا احنا كنا فاهمين الحاجة، بس احنا كنا عايزين نشوف هي بتتكتب ازاي، فاحنا بيبقى عندنا معرفة مسبقة بالموضوع اللي احنا هنشرحه. وبس كده، شكرا. استنوا ان شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون لعبة عن سكراتش، هنطبق فيه كل حاجة بشكل كبير بقى، وهتبقى لعبة جميلة. وبعد كده كمان يعني انتوا تقدروا بقى تعملوا شوية لعب وتتعبسوا كده شوية في سكراتش يمين وشمال، فتعمل اكتر من لعبة. والموضوع هيبقى لذيذ جدا يعني، وفي نفس الوقت هيخلي يكسبك المعرفة اللي انا قلتها من شوية، اللي هي بتخليك داخل البروجرامينج اصلا انت فاهم شوية مفاهيم، وداخل بتشوف هي بتتعمل ازاي وازاي اطبق بيها حاجات اكتر في البروجرامينج. وبس كده، شكرا يا شباب. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، ولو ما شفتوش الفيديوهين اللي فاتوا فشوفوهم، هيفيدوكم جدا في الفهم.